لقب بعميد الأدب العربي ورائد الرواية العربية. ولد طه بن حسين بن علي بن سلامة يوم الجمعة 15 نوفمبر 1889 سابع 13 من أبناء أبيه حسين في قرية الكيلو القريبة من مغاغة، إحدى مدن محافظة المنيا في الصعيد الأوسط المصري. ولم يمر على عيني الطفل 4 من الأعوام حتى أصيبتا بالرمد مما أطفأ النور فيهما إلى الأبد. أدخله أبوه كتاب القرية لتعلم العربية والحساب وتلاوة القرآن الكريم وحفظه في مدة قصيرة أذهلت أستاذه. سنة 1902 دخل طه الأزهر لدراسة الدينية والاستزادة من العلوم العربية، وقد تلقى العلم على يد عدد من الأساتذة والمشايخ. ولما فتحت الجامعة المصرية أبوابها سنة 1908 كان طه حسين أول المنتسبين إليها، فدرس العلوم العصرية والحضارة الإسلامية والتاريخ والجغرافيا وعددا من اللغات الشرقية كالحبشية والعبرية والسريانية حتى سنة 1914، وهي السنة التي نال فيها شهادة الدكتوراه. وموضوع أطروحته هو ذكرى أبي العلاء، وتعد أول رسالة دكتوراه تكتب في هذه الجامعة. وفي العام نفسه أوفدته الجامعة المصرية إلى مونبيلييه بفرنسا لمتابعة التخصص والاستزادة من فروع المعرفة والعلوم العصرية، فدرس في جامعتها الفرنسية وآدابها وعلم النفس والتاريخ الحديث، ودرس اللغات اللاتينية واليونانية والفرنسية والأدب الفرنسي. وعاد مجددا إلى مصر واستقر فيها فترة من الزمن، فأقام فيها حوالي 3 أشهر أثار خلالها معارك وخصومات متعددة محورها الكبير بين تدريس الأزهر وتدريس الجامعات الغربية، ما حدا بالمسؤولين إلى اتخاذ قرار بحرمانه من المنحة المعطاة له لتغطية نفقات دراسته في الخارج. لكن تدخل السلطان حسين كامل حال دون تطبيق هذا القرار، وسافر عائدا إلى فرنسا للدراسة في جامعة السوربون. وفي غضون تلك الأعوام كان قد تزوج من سوزان بريسو الفرنسية السويسرية التي ساعدته على الاطلاع أكثر فأكثر بالفرنسية واللاتينية، فتمكن من الثقافة الغربية إلى حد بعيد. كان لهذه السيدة عظيم الأثر في حياته، فقامت له بدور القارئ، فقرأت عليه الكثير من المراجع، وأمدته بالكتب التي تمت كتابتها بطريقة بريل حتى تساعده على القراءة بنفسه. وكان لطه حسين 2 من الأبناء هما أمينة ومؤنس. عاد إلى مصر سنة 1919 وعين أستاذا للتاريخ اليوناني والروماني في الجامعة المصرية، وكانت جامعة أهلية ثم أستاذا فيها للأدب العربي. في عام 1926 ألف طه حسين كتابه المثير للجدل في الشعر الجاهلي، وعمل فيه بمبدأ ديكارت، وخلص في استنتاجاته وتحليلاته أن الشعر الجاهلي منحون، وأنه كتب بعد الإسلام ونسب للشعراء الجاهليين. أثار هذا الكتاب ضجة كبيرة والكثير من الآراء المعارضة، وهو الأمر الذي توقعه طه حسين، وكان يعلم جيدا ما سوف يحدثه، وقد أشار لذلك في بداية كتابه. سنة 1930 انضم لوزارة المعارف المصرية، لكنه عاد مجددا إلى الجامعة وعين للمرة الثالثة عميدا لكلية الآداب، لكنه عاد ليعمل في وزارة المعارف بوظيفة مراقب، ثم انتخب في سنة 1940 ليصبح أحد أعضاء مجمع اللغة العربية. وفي سنة 1942 أصبح رئيسا لجامعة الإسكندرية، وقد عين وزيرا للمعارف من عام 1950، وعمل أيضا رئيسا لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، وعضوا في العديد من المجامع الدولية، وعضوا في المجلس العالي للفنون والآداب. كما انصرف إلى العمل الصحفي، فأشرف على تحرير جريدة كوكب الشرق.